لاعبي الصحراء لمستوياتهم الحقيقية وتقديم أداء مقنع في الفترة القادمة. رياض يحاول في هذه الأثناء استقبال كرة من جانب محرز، تعود على الجهة اليمنى الكرة الجزائرية لكن التغطية برافو مصعب. الجويري يتدخل، الجويري لكنه الأفريقية. متوقع هذا الأمر في ظل زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم القادمة. أمامية جميلة في الجهة اليمنى، محاولة عرضية خطيرة لكنها مرت. أول تهديد وأول فرصة، أول محاولة للأخضر كانت قريبة. هذه الفرصة اللي كانت من مجرشي صراحة للاعبين ينشطون في أندية كبيرة على المستوى الأوروبي. مجرشي جميلة في الجهة اليمنى، علي يحاول أمام أكثر من لاعب، تغطية وتدخل، حكم يشير إلى خطأ لمصلحة مجرشي على زين الدين بالعيد. زين الدين بالعيد تدخل وخطأ في أحداث هذه القمة العربية. الكرة من جانب مصعب الجوير، عرضية مصعب خطيرة لكن الدفاع بغداد العائد، تسديدة من جانب سالم اصطدمت في الدفاع ولا زالت الصراعات. والعودة إلى الجوير بلمسة أمامية تسرع فيها ثم أقرب إلى حاج موسى أنيس من جهة اليمنى، برافو التغطية من جانب نواف بوشل، صراع بين اللاعبين. الله يا نواف، تدخل جميل في اللقطة الماضية. واعب الفرنسي لليسار بلمسة تصل لمصلحة المنتخب الجزائري في هذه الأثناء. محاولة بناء هجمة، ريان أمام تغطية، لاعب مهاري بإمكانيات عالية، النجم السابق في ولفرهامبتون وقائد المنتخب الجزائري. ولا زالت الجماهير الجزائرية تعول كثير من رياض. عرضية خطيرة مرت من الجميع، انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. أتكلم على 5 مواجهات سابقة بين الأخضر تغطية لكنها لا زالت أقرب إلى مصعب. عودة إلى صالح، تمريرة الرد إلى مشامات، صعبة التمريرة، بعد ذلك تغطية من جانب الدفاع، يتم تأمين الكرة إلى ضربة مرمى لأليكسيس، لمسة وكنو، تمريرة وبعد ذلك مصعب لجهة اليسار، صعب الكرة فيها تغطية من جانب الدفاع، يبعدها بعد ذلك سمير شرقي. صالح بلمسة العادة بالمهارة العالية، مصعب تحرك بجانب سالم في اليسار في المساحة في الانطلاقة خطيرة باتجاه سالم، سالم يحاول أن يمر لكن التغطية من جانب الدفاع في اللحظات الأخيرة. الكرة تحولت إلى ركنية لمصلحة سالم الدوسري، هل لمست الكرة في سالم قبل خروجها؟ تدخل كان من جانب سمير شرقي في هذه اللقطة وبعد ذلك الكرة خرجت بعيدا من سالم الدوسري في لقطة كانت بتمرير الليب. هذه لقطة أخرى في هذه المباراة، سالم عرضية خطيرة، الدفاع تدخل أقرب إلى رياض، عدت منه صالح، مصعب عرضية لكن التغطية الدفاعية من في الانتظار جهة اليمين، محاولة باتجاه مجرشي، كانه في الانتظار، كانه في الاستلام بالتمرير في الجهة اليمنى، يتحرك في كل مكان ما شاء الله. فراس البريكان، كرة بالكعب جميلة لكن الدفاع تدخل، لم تمل من الخطورة من الجانبين حتى الآن. أمامية كرة باتجاه سالم، صالح جميلة مرتدة، محاولة خطيرة لكن التغطية، تدخل الدفاع، تدخل من جانب سمير شرقي أمام تورنيدو لتصل بعد ذلك عوار، تدخل رائع من جانب علي. الحكم أشار إلى خطأ، الحكم صفر بوجود خطأ على مجرى أمامية. سالم وتحرك من فراس، كرة على الجهة اليمنى في المساحة، محاولة تحرك بجانب أبو الشامات. الآن البريكان جميلة لصالح، خطيرة صالح بين أكثر من لاعب لوحده كان في اللقطة الماضية، صعبة اللقطة. تدريان التغطية من جانب الدفاع، العودة بعد ذلك حاج بكرة عرضية خطيرة لكنها بعيدة على بغداد، بعيدة أيضا على بن ناصر. كرة إلى عوار، حسام إلى اسماعيل، أمامية في المساحة ذكية خطيرة باتجاه ريان، محاولة مرور لكن التغطية، جهاد في التأمين ولكن الحكم اعتبر تدخل واضح من جانب جهاد ذكري وبالتالي أول إنذار، بطاقة صفراء. المدافع الشاب لاعب القمة العربية، لا زال النتيجة متعادلة. عرضية اسماعيل خطيرة لكن برافو العقيد يصل الكرة، العقيدي سريعة أمامية مرتدة وانطلاقة من جانب كنو في هذه الأثناء، تسرع فيها مكشوف الكرة. البورشيد، كرة تصل أمامية لمصلحة بغداد، محاولة مرور أمام أكثر من لاعب لكن التغطية، لا زالت الكرة عرضية وفرصة لكنها بتغطية وبعد ذلك الكرة خرجت إلى ضربة مرمى. بنجاح سنوات من التألق في سد القطري بالنسبة لبغداد،
يراهن. طبعا المنتخب الجزائري يواصل استعداده لكأس افريقيا المقررة في المغرب. كرة ومحاولة من جانب ريان على حدود منطقة الجزاء، عوار لكن امام تغطية، وحكم اللقاء يشير الى وجود خطأ لمصلحة منتخب الجزائر. تراجع اداء لاعبي الاخضر بعض الشيء وتحسن مردود المنتخب الجزائري في هذا التوقيت. نشوف الان بدأنا نشاهد محاولات جزائرية على مرمى الاخضر، وكرة في مكان خطير جدا. بغداد ايضا في الانتظار من سيكون على تنفيذ هذه الركله. بونجاح تسديده لكنها تمر، خطيره جدا 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 بمحاذاه القائم من جانب بونجاح، وفرصه اولى كانت هي الاقرب للمنتخب الجزائري. الجميع ينتظر هذه كره محاوله، لكن برافو جهاد، تدخل عليها ان يحذر جهاد، عنده بطاقه صفراء جهاد ذكري، وبالتالي مطالب بأن يكون أكثر تركيز في يمين النواف العقيدي. كرة عرضية في القائم الثاني، لكن برافو الإبعاد، ما جرش يتدخل. رياض بكرة أخرى عرضية خطيرة ومرت بسلام على مرمى نواف العقيدي. كرة كانت في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة من الذكي إلى مجرش تغيير اتجاه اللعب بروعة في اليسار باتجاه مصعب الجوير، تحرك في اليسار ثم بعد ذلك إلى سالم ينتظر يبحث عن حل، عودة إلى بوشل للقائد مرة أخرى. سالم بكرة أمامية باتجاه صالح، لكن تغطية مندي في إبعاد كرة. بوشل، صالح على يساره، سالم يبحث عن فراس، فضل التمرير البينية، مصعب، صالح، فراس، تمريرات وتحركات سعودية جميلة في اليسار. مصعب لكن أيضا أمام تغطية وتدخل، ثم الأفضلية بالسلامة البريكان. سالم في اليسار يحاول أن يمر أمام أكثر من لاعب مع صالح. سالم في الانتظار، جميلة وتسديدة لكنها في أحضان الحارس، كانت تحتاج إلى قوة أكبر. جميلة هذه اللمسة، جميل هذا العمل الفني، هذه اللمسة بين لاعبي المنتخبين بدون أن نشاهد حتى الآن أهداف. خطورة جاءت في مرات قليلة في أحداث الشوط الأول. رياض خطيرة جدا، حات موسى، لكن الكرة بإبعاد من الدفاع. خطيرة جدا اللقطة الماضية، خطيرة جدا اللقطة الماضية. أنيس حات موسى جناح فاينورد روتردام في لقطة كانت خطيرة جدا في منصات التواصل الاجتماعي. كرة مواقع التواصل الاجتماعي بكرة أمامية خطيرة جدا لمصلحة رياض، خطيرة جدا من جانب رياض، محرز بتسديدة لكن برافو الدفاع تدخل، وبعد ذلك الكرة خرجت على ما يبدو إلى ضربة مرمى. برافو، تدخل في توقيت حاسم رائع اللقطة الماضية قبل بطولة كأس العرب في الدوحة. تصل كرة على الجهة اليمنى، حات موسى في الجهة اليمين يحاول أن يمر. حات موسى يعدي في لقطة خطيرة ومحاولة خطيرة ولكنها تمر على يسار العقيدي. أخطر كرة لاعب مهاري فنان أنيس حات موسى لاعب فاينورد روتردام، إمكانيات عالية ولقطة كانت خطيرة. مرة أخرى حات موسى تغطية وتدخل في وسط الميدان. بوشل بتمريرة صعبة على مجرشي، صراع الكرة عالية مشوارهم والتحديات القادمة. كرة إلى رمية جانبية سريعة يا صالح، سريعة يا صالح إلى فراس، ولكن التغطية الإعاقة موجودة. هل كانت خارج المنطقة أم داخل منطقة الجزاء؟ كرة فراس البريكان، انذار رمل التدخل كان في اللقطة الماضية. جماهير اللي بدأت تهلل في هذه الأثناء وتحفز في لاعبيها يا مصعب. الجوير حطها لأبو الشامة، تسديدة لكنها بعيدة. في ذات المجموعة وأيضا الفائز من مباراة اليمن جزر القمر، خطير على اليسار. نوري يحاول بهذه الكرة العرضية، برافو كادش، تدخل رائع من جانبي حسن كادش وإبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة. دائما الخطورة في الجهة اليسارية من الدكة أمامية، تصل بعد ذلك إلى بوشل. سالم مع تحرك لبريكان. فراس من الردة تأتي فيها تسلل اللقطة الماضية على فراس البريكان. السلامة وتنتظر هدف أول في أحداث هذه القمة. تصل كرة صالح يحاول أن يمر، مصعب جميلة خطيرة وكأنه التسديدة لكنها بعيدة. يا إلهي على لقطة كانت في منتهى الروعة، البناء كان رائع، التمريرات كانت متقنة، كل شيء كانت. محاولة مرور من عوار، حسام يحاول أن يمر، عدى حسام على حدود المنطقة، مرة حسام خطيرة لكن برافو وليد، تدخل من الأحمد في توقيت حاسم.
لقطة كانت خطيرة جدا، طويلة الكرة في المساحة، فراس في الانطلاقة، مرتدة سريعة، البريكان يحاول أن يمر لكن الدفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة. الإبعاد من جانب زين الدين بالعيد أمام فراس البريكان. أمامية، تحرك من جانب رياض، حاد في المساحة خطيرة لمصلحة موسى، حاد موسى على حدود المنطقة ومحاولة تسديد كرة لكنها جاءت إمكانيات عالية، طويلة الكرة أقصى الجهة اليمنى باتجاه صالح أبو الشمات لكن الخطأ على صالح. قرار الحكم بوجود خطأ على أبو الشمات بهذه الصورة. كان عودة بكرة أمامية في الجهة اليمنى خطيرة من أبو الشمات، طويلة داخل المنطقة بالراس لكنها جاءت بعيدة كرة فراس البريكان لتنتهي خطورتها إلى ضربة مرمى. للحال اليمنى حاد موسى أنيس يحاول أن يمر، تغطية من جانب سالم، يفتك الكرة ولا زال الصراع بينهما، عادت إلى حاد موسى أمامية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن برافو التغطية من جانب ناصر والإبعاد بعد ذلك إلى رمية، بالذات في قلة التغييرات اللي شفناها حتى الآن من جانب بيتكوفيتش. هذه كرة محاولة داخل منطقة الجزاء وصافرة وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة جزاء لمصلحة أنيس حاد موسى. ركلة جزاء لحاد موسى بعد أن قام بعمل كبير على مستوى الجبهة اليمنى. الشوط الثاني تتفاعل بالتأكيد الجماهير الجزائرية مع هذا في ركلة جزائية بعد 75 دقيقة لعب في ملعب الفيصل. الركلة الجزائية من محرز والهدف الأول للمنتخب الجزائري. نعم، هدف جزائري أول عن طريق رياض محرز من علامة الجزاء. يتقدم محاربي الصحراء إذن بالهدف الأول بعد 75 دقيقة لعب في أحداث هذه المباراة من ركلة جزائية نفذها رياض محرز على يسار نواف العقيد. يتقدم منتخب الجزائر بالهدف الأول في أحداث هذه المباراة. فرحة كبيرة للأنصار، إعادة للقطة اللي تم احتساب من خلالها ركلة جزائية بالثقة الكبيرة وأيضا بالخبرة. رياض يسجل أول أهداف هذه المباراة. هدف إذا اللي تصل لمصلحة فراس بريكان في هذه الأثناء بعودة تصل كرة من جانب ناصر طويلة في أقصى اليسار، تحرك من جانب أبو الشمات لكن التغطية الإبعاد بلمسة تصل لسالم، عرضية داخل منطقة خطيرة لكن الإبعاد من الدفاع في اللحظة الأولى وبعد ذلك لا زالت على الجهة اليسرى محاولة مرور وانطلاقة في وسط الميدان خطيرة جدا من جانب إبراهيم مازا في المرتدة طويلة لكنها بعيدة وأقرب إلى نوثر. منتخبنا بدأ يظهر أكثر على مستوى الشق الهجومي لكن بالقليل من الكرات الخطيرة. هذه محاولة أخرى تصل بجانب خيبري، صالح على حدود المنطقة، محاولة مرور، تغيير اتجاه اللاعب في أقصى الجهة اليمنى، جميلة خطيرة، البريكان بلمسة بتمريرة لكنها المين اللقطة الأخيرة يا علي، ضاعت بين علي وسالم الدوس للأخذ القادمة. كرة تصل بجانب صالح يبحث عن ثغرة في الدفاع الجزائري، تصل كرة من جانب نواف، بوش الأمامية داخل منطقة خطيرة باتجاه صالح ومحاولة سالم وفرصة لكن الحارس يتدخل، غير معقول، مستحيل. اللقطة الماضية كانت هدف التعادل قريب جدا. لا أعلم كيف ضاعت هذه اللقطة، لا أعلم كيف ضاعت هذه الفرصة. سالم الدوسري على اعتاب المرمى في المباراة المئوية لسالم وزملائه في الاستحقاقات القادمة. تصل كرة على الجهة اليمنى، حاد موسى مر، حاد موسى خطيرة جدا جزائرية والثاني للمنتخب الجزائري عن طريق رفيق بالغالي بعد لحظات بسيطة من إضاعة هدف التعادل للمنتخب السعودي. نجح المنتخب الجزائري في أن يصل إلى المرمى للمرة الثانية بفضل عمل كبير جدا ومهارة عالية لأنيس حاج موسى، وفي الأخير مدافع فيرون الإيطالي رفيق بالغالي يدون على الهدف الثاني في هذه المباراة ليصل المنتخب الجزائري للهدف الثاني عن طريق رفيق بالغالي. عمل كبير جدا. العبرة دائما في تجهيز منتخب بثقة أكبر. منصف بكرار يسعد داخل دورة في قائمة المنتخب الجزائري. برافو نواف، بوشة الأمامية، صالح، تمريرة الرد لا تأتي، بوشة يفتك مرة أخرى، يكسب الخطأ نواف بوشل.